يا ترى ليه احنا بنكتب العربي باليمين الشمال والانجليزي من الشمال لليمين؟ ليه مش العكس؟ هيحصل ايه يعني لو يا ترى هيحصل ايه لو حاسس اني افضلت شويه، بس الموضوع ليه اسباب تاريخيه كتير. احنا هنتكلم عن سبب واحد بس النهارده، وهو ادوات الكتابه. الحقيقه ان الورقه والقلم دول اختراع حديث. زمان كانوا بيستخدموا المنجل والمطرقه، وبيكتبوا بيهم على الصخور والحجاره. وعشان اغلب الناس كانت بيستخدموا ايديهم اليمين، فالناس بدات تمسك المطرقه في ايدهم اليمين والمنجل في ايدهم الشمال. وبسبب طريقه المسك دي الناس بدات تكتب من اليمين للشمال عشان ده اريح للايد. وده السبب ان العربي ولغات تانية زيه كتير بتتكتب في الاتجاه ده من اليمين للشمال. بس الانجليزي الموضوع مختلف شويه. الناس ساعتها بدات تستخدم الورقه والقلم، وبان القلم ده فيه حبر فكان احسن اتجاه الناس تكتب فيه هو من الشمال لليمين، عشان ايدهم ما تجيش على الحبر قبل ما ينشف ويبوظوا الورقه. المهم تعرف ان في اتجاهات تانية للكتابه. في لغات بتتكتب من فوق لتحت، ولغات بتتكتب في شكل دايره. لو تعرف ايه هما اكتب لي في الكومنتات، ومتنساش اللايك وفولو.